وكلام جريء، ودائما على شاشة المصرية من التلفزيون المصري كلام جريء يقدم إليكم بشكل يومي لنتناول المشهد السياسي بكل تفاصيله. يمكن كان في حكم صدر الأسبوع اللي فات الاثنين 18 فبراير، الحكم بإعادة قانون الانتخابات لمجلس الشورى لإجراء بعض التعديلات عليه بأسلوب المراقبة السابقة لصدور القانون. تمت التعديلات في 72 ساعة ورد القانون قدم لدكتور محمد مرسي وأقره امبارح بصلاحيته ونفاذه وتحديد موعد الانتخابات والاقرار ان الانتخابات هتتم على 4 مراحل. نتكلم بالتفصيل في هذا القانون مع ضيفنا اللي مشرفنا المستشار كمال الاسلمبولي الفقيه الدستوري. اهلا بحضرتك معانا. بنوه ايضا ان احنا في انتظار استاذ دكتور محمد يوسف عضو اللجنه التنفيذيه والتشريعيه بمجلس الشورى علشان يكون معانا ونتناول وجهتين النظر فيما يتعلق بهذا القانون. اولا، كيف تقرا قرار المحكمة الدستورية العليا بوجوب رجوع القانون لمجلس الشورى لإجراء تعديلات عليه؟ وعايز أبدأ من نص المادة 177 من الدستور. المادة 177 ادت ان يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشاريع القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية أو الانتخابات التشريعية الرئاسية أو الانتخابات التشريعية أو المحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها. والفقرة اللي بعد كده قالت المحكمة الدستورية في خلال 45 يوم ترد برد إيجابي، إذا ما ردتش يبقى يعتبر مشروع القانون ساري. الفقرة اللي بعد كده قالت إنه إذا المحكمة الدستورية لقت هناك عوار دستوري بترجع ليه في خلال 45 يوم لمجلس النواب لإجراء تعديلات ملاحظاتها ليجرى التعديلات على مقتضى قرارها. كويس. اللي بعد كده طالما استوفينا النقاط دي، النقطة دي المهمة اللي جاية بقى لأن دي آخر فقرة، إنه لا يجوز عرض هذه المشروعات أو لا تكون محلا لرقابة لاحقة. كويس. يعني لا يحق للمحكمة الدستورية العودة برقابة لاحقة على هذا القانون إذا ما تمت التعديلات بشكل لا يحقق طلبات المحكمة الدستورية العليا. مشينا بقى في الخطوات دي، نفذناها خلاص. يبقى ما فيش رقابة لاحقة، تنغلق الرقابة اللاحقة. تمام. هذا نوع من أنواع الرقابة السابقة لجأ إليه المشرع الدستوري في الدستور الأخير عشان يدي استقرار لتشريعات بتسفر عن مواقع سياسية رصينة يجب أن تتمركز في مواقعها، ما تكونش عرضة للعصف فيها بعد انتخابها بأن يبقى انتخابها باطل، زي مجلس النواب ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية والمحليات وهكذا. طيب، أفهم من حضرتك جزئية إنه دلوقتي طلبت المحكمة الدستورية العليا عودة القانون لمجلس الشورى وإجراء التعديلات، وتمت التعديلات. إذا كانت هذه التعديلات لا تحقق طلبات المحكمة الدستورية اللي بناء عليها أصدرت هذا القرار، ماذا يكون الوضع؟ هو ده بقى النقطة اللي أنا عايز فعلا أتكلم فيها النهاردة. طبقا للباب الانتقالي إنه أعمال التشريع بتاع مجلس النواب منوطة بمجلس الشورى بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس النواب. تمام. وبالتالي الذي عرض ليس مجلس النواب وإنما مجلس الشورى، وبالتالي الطلب كان مقبولا، طلب العرض على الدستورية كان مقبولا. يجي بقى للنقطة المهمة إنه طيب احنا عرضنا على الدستورية والدستورية قالت فيه 1 2 3 4 وهكذا. تمام. الدستورية جاء الشورى عدل. هل الشورى كان المفروض انه يرجع بعد التعديل مشروع القانون للدستورية ويقول لها انا عدلت مظبوط زي ما انت عايزة ولا ما عدلتش مظبوط؟ ولا خلاص عدل يرفع القانون لرئيس الجمهورية لإصداره؟ من وجهة نظري أنا إنه طبعا الدستور مش منظم دي، لكن يستلهم من العلة بتاع النص. إن أنا علة النص يعني دائما حينما تضيق صياغة النصوص عن إنها تشمل كل معاني الفكر، ارجع لعله النص يريحني في التفسير. انا عملت العله بتاع ان انا بودي للدستوريه في رقابه سابقه ايه، وعن طريق هذه الرقابه السابقه بغلق الرقابه اللاحقه. العله ان الدستور يخرج بدون عوار دستوري.
وبالتالي طالما بدون عوار دستوري يبقى ما فيش مجال لرقابه لاحقه. ما خلاص احنا كشفنا عليه من البدايه، خلاص تمت المهمه، ما فيش معنى انها ترجع تاني تعلق على القانون. طيب العله دي تتحقق امتى؟ لما انا اقول المطلوب 1 2 3 4 5 وكدستوريه دي في عيوب، ويرجع للشورى، التشريع ينفذ، وارجع تاني اقول لها انا كده نفذت زي مقتضى قرارك ولا لا. لان وارد ايه بقى ان انا كتشريع اعدل وافرغ في التعديل محتوى التعديل، فياتي التعديل غير متوافق مع الدستور، يبقى انا في الحاله اللي زي دي لا مجال لعرض الامر على الدستوريه الا من خلال ان انا قبل ما اصدره ارجعه تاني للمحكمه الدستوريه. لكن مواد دستورنا الحالي اللي استفتي الشعب عليه وتم اقراره بتقول لا، خلاص هي المحكمه الدستوريه قالت تعليقاتها، ردت القانون لمجلس الشورى، مجلس الشورى اجرى التعديلات، وخلاص تم استثناء المحكمه الدستوريه من المشهد او تم اقصائها من المشهد. ما هي لا دي بقى اللي عايزه تفسير. لا ليه؟ لان المفروض ان انا ابديت وجهه نظر كمحكمه دستوريه، المفروض راحت للتشريع، التشريع عدل، المفروض يرجع لي تاني عشان انا اديله الاوكي النهائي قبل ما يصدر لرئيس الجمهوريه. طيب ما هو اللي هيحصل مش هو المفروض اللي حضرتك بتقوله اللي حصل مش كده. فالوضع ايه بقى اللي بناء حصل على ان معدل. المفروض ده طب مش موجود؟ افرض تعديله ده لا يحقق مقتضى قرار رئيس الجمهوريه، يبقى انا يبقى لا سبيل لذلك الا الرقابه اللاحقه. يبقى لا سبيل لذلك الا الرقابه اللاحقه. الرقابه اللاحقه اللي انا عايز تتم اقول بعمليه قضائيه. الرقابه اللاحقه منغلقه بنص الدستور حال استيفاء علة النص من العرض على الدستورية، ان انا بعرض عليها عشان تقول لي رأيها الدستوري وانا اعدل طبقا لرأيها، لكن ما اعدلش بطريقة تخالف رأيها. مين اللي هيقول ان انا ما خالفتش رأيها؟ هي تاني. طيب انا سؤالي في الجزئيه ديت، المحكمه الدستوريه تمارس بقى الرقابه اللاحقه بانه مثلا حد من الناخبين يطعن لكن اذا لم يطعن احد لا ما فيش ينتهي دورها. لا ما هو اصل الرقابه اللاحقه دوما تاتي مساله قضائيه صرفه، بتيجي من خلال دعوه امام القضاء. القاضي يرى من تلقاء نفسه ان هناك عوار دستوري، او ان احد المتخاصمين يدفع بعدم الدستوريه، والمحكمه ترى جديه في دفعه وفي اسباب دفعه، فبتوقف السير وتقول له روح ارفع. لا عايزه افهم جزئيه القاضي يرى من تلقاء نفسه انه ما زال هناك شبهه عوار. يعني قضاة المحكمه الدستوريه من حقهم بلا لا وجود. مش الدستوريه، امال اي قاضي الموضوع. يعني حضرتك في متخاصمين في دعوه امام اي محكمه، انا بتكلم بشكل مطلق. لا يعني الجمله ديت في حال قيام احد برفع دعوه. اوكي. انا تصورت من تلقاء نفسه انه بلا دعوه مرفوعه. لا دعوه امام المحكمه والقانون المراد تطبيقه على النزاع. اما ان القاضي من تلقاء نفسه يرى ان هذا القانون فيه عوار دستوري، او احد المتخاصمين بيقول له القانون دوت فيه عوار دستوري عشان كذا كذا كذا، فان وجد جديه فبيوقف السير في الدعوه ويرفع الدستوريه. هنا بقى بعض القضاه هيقفوا امام هذه التشريعات زي قانون الانتخابات ده، في رقابه سابقه وتنغلق الرقابه اللاحقه. طب يا ترى لو اترفع امامي دعوه ودفع بعدم الدستوريه، هاخد بوجهه النظر انه خلاص قضي الامر بالنسبه للدستوريه وقالت رايها وخلصنا، ولا لان الشورى غلط وما قعدش الموضوع على الدستوريه بعدما اجرى تعديلاته كي تقول الدستوريه كلمتها الاخيره قبل لحظه الاصدار؟ يعني المفروض طبقا للفهم الصحيح ان الدستوريه يبقى اخر عمل بتعمله قبل الاصدار، تقر هذا القانون قبل ان تتم العمليه الانتخابيه ويتم. لا اقصد قبل الاصدار. يعني انا التشريع عمل مشروع واداه للدستوريه، الدستوريه قالت انا ليا ملاحظات، رجع للتشريع عمل التعديل، المفروض يوديه تاني للدستوريه عشان تقول التعديل تم وفق مقتضى اللي اقصده ولا لا. ايوه، ما احنا بنتناقش في ظل المفروض بقى يا سياده المستشار، احنا بنتناقش في ظل ما يمليه علينا الدستور، مش في ظل المفروض انها ترجع، لكن الدستور لم يقر هذا. وبناء عليه المواد اللي تم تعديلها، هل بترى حضرتك من وجهة نظر القانونية انها تم تعديلها بالشكل الذي انهى شبهة العوار القانوني تماما؟ لا ده لسه كنت هكمل السياق. طب اشرح لنا بقى بالتفصيل
هو بدأ في نقطة، يعني الدستورية اتكلمت في عملية تعريف العامل. قالت ان القانون عرف العامل من يتقاضى اجر بما الدستور قايل الذي يتقاضى اجر هو من يعمل لدى الغير مقابل اجر بسبب عمله لدى الغير. القانون لما جه قال هو من يعمل، قال نفس العبارة دي واضاف ليها ويعتمد بشكل اساسي على اجره من عمله اليدوي او الذهني في مجال الزراعة او الصناعة او الخدمات. فهنا الدستورية قالت له انت هنا القانون الدستور اتى بتعريف للعامل مطلق. فلما تيجي انت تقيده تقول يعتمد على عمله على اجر بشكل اساسي، يبقى انت قيدت وخرجت نوع من العمال بيشتغل بيبقى عامل لكن ما بيعتمدش على اجره من شغلته بشكل اساسي. يعني ايه الحكمه في انك تأيد بتقول بشكل اساسي؟ ايه الفزلكه دي؟ ما الدستور لو هو عايز كده كان قال في النص، لكن الدستور اطلق الحكايه. اتنين، انت برضه لما بتقول بشكل اساسي على اجره، يعتمد بشكل اساسي على اجره من عمله اليدوي او الذهني في مجال الزراعه او الصناعه او الخدمات، يبقى انت حصرت العماله في هذه المجالات، وهناك نوع من العماله اخرى يخرج عن هذه المجالات، فانت ايضا وضعت قيد في الامرين. فانت المفروض تلتزم بحرفيه الدستور اللي هو الذي يعمل لدى الغير مقابل اجر، وتسكت. وده الشورى طبقها مظبوط. النقطه الثانيه اللي ما طبقهاش مظبوط اللي هي حته الاعفاء من الخدمه العسكريه. العداله هم النقطتين اللي عليهم كلام، اللي هي بتاعه التجنيد واللي هي الدوائر الانتخابيه، تقسيم الدوائر الانتخابيه. المشرع بيتكلم على في الماده 113 على شروط العمليه الانتخابيه والتقسيم في الدوائر على اساس معامل العداله العدديه بين الناخبين، بين النواب فيما يمثلونه بحسب من عدد من الكثافه السكانيه. الكثافه السكانيه في المطلق ولا الكتله التصويتيه ومن لهم حق التصويت؟ تصدقي بحييكي قوي اشكرك سؤالك ده، والله العظيم ده كلام الجد، لان النص بيتكلم عن السكان. القرار بتاع الدستوريه لما جاب النص وقال انه بيتكلم عن السكان قال الناخبين، ما قالش السكان. يعني تفسير الدستورية وهو حقها لعبارة النص الدستوري العدالة بحسب الكثافة السكانية أن المعني بها الناخبين. يعني ما هو وهو بالفعل ده اللوجيك المنطقي. يعني افرض أن عدد سكان في محافظة مليون وعدد الناخبين 200,000، إذا أنا بتكلم على عدد الناخبين، أنا مالي ومال المليون، ماليش دخل بال800. أنا ليا دخل بأن هم الناخبين المقيدين في هذه المحافظة هم ال200، وبالتالي المحافظة الثانية فيها 300 ناخبين وسكانها 2 مليون، ماليش دخل بالسكان، ليا دخل بالناخبين. فهي المحكمة الدستورية قالت إنه وضعت هنا أساسين أو معيارين. معيار أول قالت إنه يجب المساواة بين الناخبين فيما يمثلونهم النواب فيما يمثلونهم من ناخبين. يعني ما يجينيش داخل البرلمان نايب جايب بعدد ناخبين 50,000 ويتساوى مع نائب معاه 100,000 عشان ياخد الكرسي، عشان ياخد الكرسي. فهو وقال انا مش مقصود بالحكايه دي المساواه الحسابيه المطلقه، لان دي عمليا مستحيله، وانما المقصود ان انا اعمل متوسط من مجموع الناخبين على مجموع النواب، واخد المعامل الوسطي المعقول. يبقى كام؟ يبقى بالتالي الاقل منه بشويه او اكتر منه بشويه مش هتفرق قوي. يعني اديها بقى بمثل حسابي عشان ما حدش يفكر ان احنا بنردد العبارات بلا فهم. يعني لو انا عندي عدد الناخبين في جمهوريه مصر العربيه 54 مليون، وعندي البرلمان 500 نائب 540، يبقى كل 100,000 بيمثلهم
كرسي ونائب. نائب. يبقى بالتالي لو في نائب تمثل ب 90 95 ونائب تمثل ب 110 يبقى الحكايه معقول. قريبه. لكن مش نائب يجي جاي يقلب عدد ناخبين 20,000 ونائب يجي لي بعدد ناخبين 150,000. يبقى هنا المعامل المتوسط بين ما بيحققش العداله. ما بيحققش العداله. النوع الثاني اللي هو المحافظات. التمثيل المتكافئ. طيب انا استاذن حضرتك في المحافظات. استاذن حضرتك نطلع فاصل عشان ضيفنا وصل ونستكمل على الهواء. طيب. خليكم معايا. طيب اتفضل. على الهواء من جديد بنستكمل حوارنا مع حضراتكم وكلام جريء، وبنرحب بضيفنا اللي لسه مشرفنا استاذ محمد يوسف عضو اللجنه التشريعيه بمجلس الشورى. اهلا بحضرتك، ضيف عزيز علينا. نستكمل النقطه مع حضرتك سياده المستشار وننتقل بالحوار بقى استاذ محمد. اتفضل. فيما يخص بقى المساواه في بين المحافظات. القرار ضرب مثل بمحافظه دمياط واسوان. فقال مثلا على سبيل المثال دمياط 1,254,971 صوت وبيمثلها 12، في حين ان اسوان 340,000 وكسور بيمثلها 4 في القايمه و2 في الفرد، يعني بيمثلها توتال 6. وضرب مثل اخر ب جنوب سيناء ان تعدادها 160,000 وانه بيمثلها 4 في القايمه و2 في الفرد، يبقى 6. فيبقى ازاي 1,300,000 متساويين ب 160,000 في عدد المقاعد. في طبعا هنا في يعني اعتقد اخواننا في مجلس الشورى فكروا في حته انه لو عمل المساواه طبقا لكلام الدستوريه بالانتقاص هيبقى مس بالحقوق المكتسبه. فهو لجأ لحل انه يعمل المساواه بالزياده حتى لا يمس بالحقوق المكتسبه. طيب نسمع فزود عدد المقاعد الى 546، ولكن بالنسبه لتوزيعها بقى على المحافظات اللي محتاجه توزيع هي دي اللي محل كلام من بعض. طيب شرفتنا جدا المستشار كمال اسلامبولي الفقيه الدستوري، شكرا ليكم، شرفتونا ونورتونا مشاهدينا.